السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. فيديو النهاردة بتاعي عن مجموعة اللي هي بتاع بانسينول، سواء لوشن سواء زيت سواء كريم شعر. هنتكلم عنها بالتفصيل وهقول لكم ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. بس قبل ما اتكلم، اللي لسه ما اشتركش في القناة يدوس على زر الاشتراك اللي تحت او يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله يجيلكوا على طول. اول حاجه هتكلم عنها اللي هو الزيت ده هو عباره عن زيت بنسينول، بس هو عباره عن سبراي، مش زيت اللي هو زيت تقيل او كده او يسد المسامات وكده. لا، هو زيت خفيف خالص خالص، يعني عامل زي الميه. بصوا، هو انا برشه على شعري بعد ما باخد الشاور، برشه بدهن يعني. هو بخليه كده، ما برشش كتير الصراحة، برش حبة صغيرين، بيخلي شعري رطب وبيخلي شعري سهل في التسريح، وكمان بيخلي شعري يعني زي انه كده فيه مترطب قوي، زي هايدريشن يعني. حلو قوي قوي. ما جربتش الصراحه اللي هو اكسترا لونج هير جروس، ما جربتش ان هو بيطول الشعر ولا لا، بس انا ما لحقتش يعني اجربه كتير. بس انا حبيته كانه هو زيت بنسينول، وفي نفس الوقت ان هو بيرطب الشعر حلو، وكمان بيخلي الشعر مش هايش، يخلي الشعر كده ناعم يعني ستريت كده، مش بيخليه هايش وكيرلي يعني، فاهمين؟ فعجبني قوي قوي، فحلو خالص. ولو انت حابه تعملي حمام زيت ممكن تستخدميه، يعني تحطيه على شعرك قبل ما تاخدي الشاور بتاعك، وبعدين تغسلي شعرك بعد ما يعني تحطي ده، بعد كده تغسلي شعرك شامبو. تاني حاجة اللي هو الهير كريم، الهير كريم ده. قبل ما اتكلم يا جماعه عن الهير كريم ده، انا جبته من امازون، مش فاكره جبته بكام، بس هو متهيألي كان ب100 وحاجه اعتقد، يعني كان ب100 وحاجه. ده جبته من صيدليه، كان بحاجه و70 او 80، مش فاكره بالظبط. مش عارفه ده هل ده سعر يعني جديد ولا قديم. هو مكتوب 79، مش عارفه هل هو صح ولا لا، يعني مش عارفه الحاجه زادت ولا لا. الحاجه بتزيد كل يوم. حلو قوي قوي. ده بينعم الشعر، يعني مش بيخليه ناعم، يعني بيخليه ان هو مش هايش يعني. حلو للناس اللي اصحاب شعرهم معكش على طول. هيعجبك، هيخلي الشعر كده حلو ستريت، وفي نفس الوقت بيكون حلو يعني ما يعني بتحسي ان هو متغذي. يعني انا بحطه برضو بعد ما باخد الشاور، بس تاني يوم. يعني بحط ده الاول وبعد كده بستخدم ده تاني يوم، يعني انا استخدام عشان خاطر شعري يستفيد. فده حلو خالص، بس هو في ميزة او في عيب. العيب الوحيد ان انت ما تكتريش منه، لو انت كترتي منه هيخلي شعرك ملزق. فانت حاولي لو انت جبتيه اهو، تاخدي سكرين شوت. لو انت جبتيه حطي منه حبة صغيرة بس، ما تحطيش كتير. حابة تعملي منه حمام كريم، ممكن تعملي حمام كريم تحطيه كماسك لشعرك، وبعدين تغسلي شعرك عادي خالص، مش هيقولك لا. لو انت من الناس اللي الناس اللي من النوع اللي هي ما بتحبش كريمات على شعرها، ممكن تستخدميه كحمام كريم او كماسك للشعر. دي كده تاني حاجة. تالت حاجة اللي هما الهبتة، برضو بنسينول تبع الهبتة. دول عبارة عن 2 لوشن. ده لوشن بالزيتون اهو، مكتوب فيس اند بادي، وده برضو بس ده بالفيتامين سي. عايزه اقول لكم ان هما الاتنين دول ما عجبونيش خالص خالص خالص، بالذات ده ريحته، يعني انا حطيته تاني في العلبه ومش هستخدمه الصراحه، مش عارفه اعمل بيه ايه. ده ريحته عامل زي الصابون، يعني عارفين ريحه الصابون اللي هي اللوكس والكاميه والحاجات دي، ريحته بالظبط تيبيكال الصابون. انا حاسه ان انا كنت بحط صابون في ايدي لدرجه ان هي ريحته ما بتروحش يعني. مش عارفه، ممكن يكون في ناس بتحب الصابون وفي ناس ما بتحبش ريحه الصابون. انا عامه ما بحبش ريحه الصابون، بحب يعني اغسل بحاجه كده وبس كده والريحه تروح مني. ممكن انواع تاني صابون يعني ممكن احبها، بس كلوكس وكمي لا، مش بحبهم. ريحته فعلا فعلا زي اللوكس بالظبط يعني. مش عارفه ازاي هم عملوها يعني. ما ينفعش خالص خالص خالص. الناس اللي بشرتها حساسه ما ينفعش اصلا تحطيه على وشك، سواء حساسه من غير حساسه ما ينفعش، لان هو فيه ريحه كميه عطور فيه مضره. ف ما انصحش بيه خالص. الناس اللي عايزه تفكر ان هي تجيبه ما تجيبهوش، لان هو فعلا فعلا رديء فعلا.
ده كان بحاجه و80 يعني، فاهمين يعني انتوا؟ ده بادي لوشن، ده يعتبر ريحته الى حد ما هي صابون برضو، بس مش زي اللي هي الزيتون ده، مش زيه، بس هي صابون برضو يعني. ما مش عارفه حكايتهم في الصابون، هما كانوا بيحبوا الصابون ولا ايه، مش عارفه، بس مش عارفه، ما حبيتوش الصراحه خالص خالص. فهو عباره عن لوشن في الترطيب لا مش حلو، مش واو يعني الواحد يجري عليه خالص. مش بيغذي، لان هو اصلا مش بحسه ترطيب عالي، ففي الوقت في نفس الوقت ما بيغذيش طبعا. فهو ما ينفعش كمان للوش، هو ينفع للايدين والجسم، للناس اللي حابه ان هي حابه ريحه الصابون يعني، فاهمين؟ الناس اللي مش حابه ريحه الصابون ما تجيبهوش خالص. الناس اللي بتفكر ان هي تجيبه ما تجيبهوش، ما انصحكيش انك تجيبيه، لا ده ولا ده. معلش يا كيتي انا اسفه، لا ده ولا ده، لان هما فعلا فعلا يعني انا ندمت انهم بعد ما جبتهم، بصراحه ندمت. اهو الواحد بيتعلم. بس نصيحة مني ما تجيبهوش. الناس اللي حابة تجيبه، هنا مكتوب for dry sensitive skin، هنا يعني الناس اللي بشرتها حساسة ممكن تستخدمه، لا طبعا لان فيه ريحة صابون فما ينفعش ان انت تستخدميه. ده كان فيديو النهارده عن مجموعة الهيبتا بنسينول، على قد ما قدرت ان انا حاولت اجمع لكم الهيبتا فلقيتهم في دول. ده كان فيديو النهارده، معلش لو طولت عليكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.